إنك بحاجة أن تدرك معنى المسابقة إلى الله. لازم تسابق إلى الله جل وعلا، لأن هذه الثلاثة أصناف يجب أن تختار صنفا منها، إما أن تكون من أصحاب اليمين أو من أصحاب الشمال عياذا بالله، أو من المقربين السابقين الذين لهم قصب السبق عند الله جل وعلا. يا أخي سابق إلى الله. تدعي أنك تريد أن تكون رفيق النبي عليه الصلاة والسلام من الآن. لا تقل أنا في فرنسا، أنا في بلد غير مسلم، أنا يحارب في هذا البلد الدين، أنا أؤذى، أنا أعاني، أنا لا أجد وقت للصلاة. يا أخي أصحاب النبي أوذوا أكثر مما أوذيت أنت، ومع ذلك كانوا في المقدمة. ما الذي يمنعك أن تكون في المقدمة؟ لا يمنعك شيء. إنها همة النفس، همتي أن يعود مجدي وعزي ويسود القرآن كل النواحي، سنة المصطفى ضياء لدربي ولأجل الإله يحلو كفاحي. يجب أن يكون هذا حالك وشأنك. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ذكر الله أنهم مجموعة من الأولين. ليه؟ لأنهم فهموا معنى السباق، فهموا معنى المسارعة إلى الله. ولماذا قلة من الآخرين؟ لأنهم لم يفهموا معنى المسابقة إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك كثير منا بحاجة أن يدرك كيف يسابق إلى الله. علم نفسك كيف تسابق إلى تكبيرة الإحرام، علم نفسك كيف تسابق إلى الصيام، علم نفسك كيف تسابق إلى قيام الليل، علم نفسك كيف تسابق إلى غض البصر، علم نفسك كيف تسابق إلى ذكر الله جل وعلا. يحكي لي أحد الدعاة يقول كان في شيخ عندنا في الجزيرة العربية في المملكة العربية السعودية، هذا الرجل كان بعيد عن الطاعة وعن الدعوة، فتعلم حديث من أحد الخطباء: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الآن يا إخواني قلنا هاتين الكلمتين اللتين يحبهما الرحمن. يا رب كما قلنا ما تحب أحبنا يا رب. انظر، هذا الرجل أصبح لا يقابل أي واحد في الشارع أو بقال أو بائع أو يركب مواصلات إلا ويقول: يا أخي ردد معي كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. يقول حصل له حادث كنت موجود معه. هذا الرجل يحكي لي يقول كنت موجود معه وأنا أحاول أن أسعفه، ووالله كان في اللحظات الأخيرة يشد يدي ويقول: يا أخي كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ومات. همته أن يبلغ دين الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بلغوا عني ولو آية. فاستمر ذلك الرجل يبلغ هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن يجب أن يكون عندك همة تسابق بها إلى الله جل وعلا. يا رب اجعلنا وجميع من حضر من إخواننا وأخواتنا من السابقين إليك. يا رب اجعلنا وجميع من حضر من إخواننا وأخواتنا من السابقين إليك.